السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين وربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل المارشميلو بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا، واحنا ما كناش متخيلين الفلوس اللي ولادنا كانوا بيصرفوها وكانوا بيحبوه قوي. و يعني اكتشفنا ان هو بيتعمل بطريقة سهلة قوي. معانا كوباية ونص من السكر. طبعا احنا قلنا الكوباية اللي احنا بنعمل بيها مقدار السكر او اي مقدار بنعمل كل المقادير بيها. كل المكونات اللي معانا. كوباية ونص من السكر، نص كوباية مية، ومعايا نص كوباية عسل جلوكوز، نص كوباية بس. هنضيفهم في طاسة او في حلة، في اي حاجة هتحطيها على النار. هنقلبهم بعد ما نحطهم كده تقليبه كويسه. طبعا شايفين عسل الجلوكوز ده تقيل برضو، ما بتيجي تنزليه من كوبايه او من اي حاجه. هنقلبهم تقليبه كده، مش كتير، بس تقليبه خفيفه كده، وهنحطهم على النار. ليه؟ لان احنا على النار ما بنجيش ناحيتهم خالص خالص، ما بنقلبهمش ولا نحط فيهم معلقه ولا خالص خالص. هو بتحطيهم على النار وتهدي عليهم النار وتسيبيهم. احنا شايفين لونه، انا عامله بسكر التومين، شايفين حتى غامق يعني، بس كله ده مش هيبان لما يتضرب بعد كده بالمضرب. بنزل بس السكر على الاطراف بتاعه الحاجه اللي بعمل فيها عشان ما يتحرقش. هنعد بالظبط اول ما يبدا يغلي هنعد دقيقتين 2 وتنزليه من على النار. هنا معايا جيلاتينا، حطيت 3 معالق جيلاتينا على ربع كوبايه ميه دافيه. ميه دافيه مش سخنه قوي ولا ميه بارده، دافيه بس. وهنا هنجهزه. ليه بنجهز الحاجه؟ لان على ما ينزل السكر من على النار ما ينفعش يستنى، ما ينفعش يبرد، ما ينفعش نركنه لغايه ما نجهز. لا، احنا نجهز هو في الدقيقتين دول الجيلاتينا. تجيبي اي حاجه عندك عايزه تعملي حسب السمك اللي انت عايزه تعمليه، وتحطي عليها كيس تلاجة وتدهنيها زيت وتجهزيها كده. خلاص الدقيقتين انا ما حطيتش فيه المعلقه نهائي ولا قلبته خالص من ساعه ما حطيته على النار. الدقيقتين بالظبط، اول ما يبدا يغلي تهدي عليه وتخليه دقيقتين يغلي. خلاص كده ضفتهم في بوله، وهضيف عليهم الجيلاتينا، ومجهزه معايا العلبه اللي انا هحط فيها وفرده فيها كيس بلاستيك تلاجة كده ودهناه زيت. وهنا هشتغل اضرب في المكونات دي من 6 ل10 دقايق. بصي القوام عاملينه، شايفين لونه بقى ابيض ازاي؟ عشان كده بقول لك سكر تومين او غير تومين مش فارقه، السكر الموجود عندك يعني ما شاء الله بقى لونه ابيض وحلو يعني. طريقه سهله وطريقه بسيطه، وعايزه اقول لك الولاد بيفرحوا بيها جدا الحاجات دي. احنا عارفين برضو احنا في العيد داخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. عيد لحمه بقى ان شاء الله، كمان هنعمل رقاق ونعمل حاجات تانية. بس برضو الحاجات دي لما بتعمليها وتقدميها للولاد في العيد برضو بيفرحوا بيها. تعملي لهم حلويات وكده. خلاص شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ شايفين؟ بصوا. الحاجه التانية بصي نختبره كده. بصي هتلاقيه بيمط معاكي كده خلاص، وهو في طبيعته خلاص زي ما قلنا من 6 ل10 دقايق. يعني تضربيه يعني 6 دقايق 7 دقايق 10 دقايق وخلاص، مش اكتر من كده، وهتلاقيه زي الفل معاكي. هنضيف نصهم في العلبه اللي احنا مجهزينها، وزي ما اتفقنا العلبه والحاجه دي تبقى جاهزه. والخطوات دي عايزه سرعه، عايزه سرعه، لان بتلاقيه هيمسك معاكي، فعايزه سرعه. الخطوات دي بنحط نصه، عايزاه ابيض حطيه كله في ابيض في العلبه وخلاص، حطيه في التلاجة. ولو مش عايزاه ابيض وعايزه تعمليه لونين، اقسميه النص ده هتحطيه وتحطي اللون بقى في النص التاني وتضيفيه عليه. هدخلها التلاجة بس عشان هحط اللون، وانا ما كملتش دقيقه يعني. لما بيبقى سخن تحطي الاتنين يكونوا سخنين، الالوان بتدخل مع بعض، بس والله برضو ما بتبقاش وحشه، بتبقى جميله جدا اللونين في بعض. عايزه تستني يعني تحطيه في التلاجة على ما ضربتي ده. انا حطيت اهو، كان عندي اللون الازرق، هو نقطتين 2 حطيتهم بس وقلبتهم وخلاص كده على طول، مش ما بتاخديش وقت. هتقلبيهم كويس، ولو انت عايزاه بعد ساعتين تطلعيه بعد كده من التلاجة تمام، بس الافضل والطريقه الانجح انك انت تخليه يبات في التلاجة. بيبقى حلو قوي ويتماسك حلو ويبقى جميل اكتر واكتر يعني.
خلاص كده حطيت الابيض في التلاجة لغاية ما حطيت اللون، ما كملش دقيقة حتى. وبعدين هضيف عليه اللون التاني. شايفين بدأ يمط قوي معايا ازاي؟ شايفين؟ فعشان كده بقول لكم السرعة في الخطوات دي بسرعة قوي. طريقة حلوة والله وسهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله تعجبكم وتفرحوا ولادكم بيها. وفعلا احنا يعني تجربة يعني حلوة وتستاهل. كده خليته انا بيت في التلاجة، يعني خلصته. انا كنت عاملاه بالليل وحطيته في التلاجة وبات في التلاجة. ده نشا برش على المكان اللي انت هتعملي فيه، سواء جلدة العجين بتاعتك او مفرش العجين، او سواء الترابيزة او الرخامة اللي انت بتشتغلي عليها. وبتحطي كمان على المارشميلو نفسه نشا. انا كده اللونين زي ما اتفقنا، وعملته من بالليل بيته في التلاجة. شايفين كده اهو؟ عشان تعرفي تقطعيه برضو، وانت حتى اللي بتجيبيه من بره كده هتلاحظي ان هو عليه نشا. بصوا ما شاء الله بصراحة جميل جدا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصوا. والسمك اللي انت عايزاه، يعني عايزه اعلى من كده تمام، اعملي في العلبه صغيره عشان السمك يبقى اعلى. عايزاه السمك اقل، اعملي في العلبه اكبر، فالسمك هيبقى مش عالي يعني. يا رب الوصفه تكون عجبتكم حبايبي، وطريقه فعلا بسيطه وسهله. شايفين عامل ازاي؟ يعني طريقته حلوه جدا جدا. شايفين اهو؟ طعمه روعه. يا رب الطريقة تكون عجبتكم حبايبي. ما تنسوش تصلوا على الحبيب. ما تنسوش ندعي لبعض جميعا في الأيام المفترجة. ما تنسوش دعمكم، ربنا ما يحرمني من دعمكم أبدا. إن شاء الله الوصفة تكون عجبتكم يا رب. وما تنسوش اللايك، ما تنسوش التعليقات. وشكرا لكم، والسلام عليكم.